يا لو معلوش هيت بروتكشن يا لهوي. ده ما اسموش شعر، ده اسمه مأساة. والنهارده هحاول اعالج المأساة ديت بالبابتايد. اول حاجه الشامبو بالبابتايد. شعري مبلول، ادي الشامبو وعلى الجذور، وادلكه كده لمده دقيقه. غسلت شعري ودلوقتي بس انشفه بالفوطه كده عشان المرحله الثانيه. اقسم شعري 4 اجزاء، 18 كل جزء عليه بامب واحده، من تحت لفوق بامب كمان من تحت لفوق، ووزع كويس. اسيبه كده حوالي 10 دقايق. فات 10 دقايق، جه وقت التريتمنت، واخد حبه كده ومن تحت لفوق. شايفين التقصيف؟ بتاكد ان هو اتوزع شعر كويس، عشان كده يعني بسرحه كده وانا بوزعه. بني. مهمه بقى الهيتنج كاب، مع انه اوريدي فيه بلاستيك هنا، لكن انا بحب البس ده. وبعدين هعمله على لو، مش هعمله على هاي. دماغي سخنت وعرقت بما فيه الكفايه، فيلا بقى اشوف النتيجه. هشطف شعري وارجع لكم. شطفت شعري ودلوقتي جه وقت التست الحقيقي. هفرد شعري بالفرشه والستريتنر. كالعاده اقسم شعري، طالما فيها فرد لازم هيت بروتكشن. انا بحط الكريم ده على شعري وهو مبلول اهو. يلا بينا نشوف. اوكي، ديت اول خصله كده. هكرر نفس الطريقه على شعري كله. اخر خصله خلاص. خلاص فردت شعري بالفرشه، بس احنا لسه في منتصف الطريق. ايه وقت الهير ستريتنر. هيت بروتكشن طبعا. المره دي بقى سبراي. انا دايما بكون مرعوبه وانا بفرده بالستريتنر، عشان ممكن عادي جدا شعري ما يرجعش طبيعته تاني، او فيه على الاقل خصلات تتفرد. خلاص فردت شعري. المنظر ده بيفكركم بمين؟ ما بحبش افرد شعري عشان مجهود. لك الشعر المفروض اسهل، مش بالنسبه لي. اوكي نوت باد. ما خلصتش لسه، فاضل اخر خطوه. بابتايد سيرم. هاخد بامب. البابتايد ما بتشتغلش من مره واحده، لازم اكرر استخدامها كذا مره عشان اشوف النتيجه. بس السو فار يعني النتيجه مش وحشه، وده شكل شعري المفروض.